متفائلين صراحة، متفائلين لأنه عشنا ظروف صعيبة مع الناخب الوطني السابق. يعني حنا كنقول كنا المغاربة بطبيعة الحال ظروف اللي دخلتنا واحد في النوع من الاكتئاب فقد الثقة بطبيعة الحال فينا، في المنتخب ديالنا وفي كل المكونات ديالو. مي الحمد لله كيظهر لي تولي المسؤوليه الوليد الركراكي كانت في محلها وكانت موضوعيه، وهذا ما في شك. وليد الركراكي يعني الخبره اللي خدا اليوم في كمدرب كواحد من الاطر الكبيره في بلدنا الحبيب، عرف كيفاش يسير هذه الامور هذه يعني في هذه الفتره القليله اللي بقات لكأس العالم، وزرع في واحد الروح والثقه في المنتخب الوطني المغربي، وخاصه كيظهر لي لعب على اللاعبين من الجانب النفسي اللي خلانا نشوفوا منتخب في جوج المباريات الاخرانيين في اسبانيا، وخاصه ضد الشيلي اللي قاموا يعني داروا مباراه هائله جدا، مباراه كبيره واللي خلات الصحافه العالميه كتقول على المنتخب الوطني المغربي يعني كشفنا واحد نصف منتخب البرازيل. وهذا كيعطينا بطبيعه الحال الثقه كيف قلت حنا كنا المغاربه ومتفائلين بان المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله بحول الله يقدر يتاهل للدور الثاني بدون اشكال. المجموعه اللي توجد فيها المغرب فهي صعبه، ولكن غير مستحيله التاهل ديال المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني. عنده الحظوظ ديالو، خاصه ان المباراه الاولى خاصو يدبر فيها الامور مزيان، ما يكونش واحد انهزام لان غيصعب الامور من بعد. التشكيله اللي كاينه اللاعبين اللي موجودين فهما تيبشروا بالخير. بالنسبه لي كذلك تغيير المدرب جاء في الوقت ديالو، لان كانت الاجواء محشونه وكنا غادي نتحرموا بعض اللاعبين اللي هما لعابه كبار وخاصهم يكونوا داخل المنتخب الوطني المغربي. نتمنوا التوفيق الاطار الوطني الركراكي والطاقم اللي غادي يحرص على المنتخب الوطني، رغم ان ما كايناش الخبره، ولكن التجانس اللي بينه وبين اللاعبين غادي يخلي المنتخب المغربي يفاجئ الخصوم ديالو. نتمنى لهم مسيره موفقه بحال اللي كان دوز المنتخب المغربي في 86 واللي باقي تيتكلم عليها الجميع، وتا ديال 98 كانوا في المستوى. للاسف كل شيء عارف اش وقع. كما قلت فخاص ولا بد بان ندبروا الامور مباراه لان هذا دور المجموعات. من بعد عاد نشوفوا المباراه اللي غادي تجي لا تاهلنا، وداك الشيء اللي تتمناوه جميع. كما قلت انا متفائل. المنتخب بحال حظوظ ديال المنتخبات الاخرين، لان كلهم تاهلوا، اللي تاهل كله راه جاهز باش يشارك في كاس العالم. بقات في المجموعه، واخا المجموعه صعيبه وفيها فرق وطنيه كبيره، هذا ما تيخوفنيش، لان الا عرفوا اللاعبين يكونوا واجدين في ذاك المباراه، كل مباراه بمباراه عندهم امكانيات، كلهم محترفين، كلهم يلعبوا في فرق كبيره، كلهم تنظن بان تنتمنى يقوموا غير خاص يعرفوا بان ديال الدوري ديال اربعه الفرق ولا اربعه الفرق تتطلب مجهود كبير في المباراه الاولى، وهي ما تخسرهاش. الا تعادلتي عندك نقط، ربحتي كدير ثلاثه، كتولي تقلبها على نقط في جوج مباريات وتقدر تحصل عليه باش تدوز للدور الاخر. كدوز الدور الثاني هذاك عاوتاني تقدر تطلع في شي منتخب اللي يكون في المستوى كنقولوا لا بورتي دو ليكيب ناسيونال ويمشيو بعاد. واللي كاين وهي جميع هادشي اللي تعمل لهم في نظري انا غادي يقدروا يتحمسوا ويعطيو نتيجه اكثر.